الا كنتي مليتي من نفس الحشوه اللي كتعمري بها البطبوط، اليوم جبت لكم فكره جديده غتعجبكم بزاف. بطبوط معمر بحشوه بنينه ومختلفه وكتجي رائعه. هاد الوصفه مناسبه للكوتي وحتى للعشاء. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا السر اللي كيخلي البطبوط خفيف والحشوه بنينه ومعلكه. وقبل ما نبداو في الوصفه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نبداو في طريقه التحضير. في عجانه اولا في كسريه كنوضعوا فيها 400 غرام ديال الدقيق الابيض، 400 غرام من دقيق الفينو الممتاز، معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال الملحه. كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان، يعني لا بد انها تدلك وكتكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه بزاف. كنخلوها تخمر وكندوزو نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه ديالنا كنحتاجوا فيها 2 بصلات كبار اللي كنشحروهم مع الملحه والزيت فقط. في هذا الاثناء كنوجدوا صلصه الجبن. هذه الصلصه كتعطي واحد المذاق خطير للحشوه. كنوضعوا فيها 2 معالق كبار ديال الزبده مع 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض ونصف ملعقه صغيره ديال الثومه بودر والملح والابزار. كنوضعوهم على النار حتى كتذوب الزبده ديالنا وكتخلط مع الدقيق. من بعد كنضيفوا ليها 2 كيسان ديال الحليب. كنخلطوا مزيان على النار مع التحريك حتى كيعقد لنا الخليط. وكنضيفوا 8 القطع ديال الجبن بمذاق الشيدر. كيف ما تقدروا تعوضوه بالفرماج محكوك، الاهم انه يكون المذاق ديالو بنين. كنحركوا حتى كيذوب لينا الفرماج وكنتحصلوا على صلصه ديال الجبن رائعه وبنينه بزاف. في هذا الاثناء ملي كتحمر لينا البصله، يعني كنخلوها حتى كتحمر، كنزيدوا عليها 500 غرام ديال الكفته. الكفته تقدروا تستعملوا ديال البقري اولا تستعملوا ديال لاداند اولا ديال الدجاج، يعني حسب الاختيار ديال كل واحد. كنشحروها مزيان. من بعد كنضيفوا ليها ثومه بودر اولا ثومه محكوكه. كنضيفوا معلقه كبيره ديال الكيتشوب ومعلقه صغيره ديال المطارد. هادو هما المنسمات اللي غنستعملوهم. كنخلطوا مزيان. من بعد كنضيفوا واحد الكميه ديال الكورنيشون مقطع اللي تقدروا تعوضوها بالزيتون حتى هو مقطع. غير هو الكورنيشون صراحه كيعطي واحد المذاق بنين بزاف لهاد الوصفه هذه. واخر حاجه كنضيفوها هي صلصه الجبن اللي كنزيدوها على الخليط ديالنا وكنحركو مزيان حتى كنتحصلوا على واحد الحشوه معلكه وبنينه. صراحه مذاقها لا يقاوم، رائعه بزاف بزاف. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيكون. هنا العجينه ديالنا من بعد ما خمرات كما كتشوفوا ضروري نخلوها تختمر مزيان. في المرحله الاولى لا بد العجينه تختمر مزيان، من بعد راه كتعطينا الطعم. كنديكازيوها يعني كنفرغوها من الهواء وكنقطعوها على كويرات صغار. بالنسبه ليا انايا يعني قطعتها ل10 ديال الكرات، عطاوني بطبوط متوسط الحجم، ماشي صغير وماشي كبير. الا كنتو بغيتوهم صغيورين راه كتقسموهم على الاكثر من هكا، بغيتوهم كبار راه كتقسموهم الاقل. يعني الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه على حساب الحجم اللي بغيتو. كنخلوهم يرتاحوا واحد المده ديال 5 دقائق. ومن بعد كنبداو بالكره الاولى. كنبسطوها كما كتشوفوا باستعمال الفينو. كنبداو كنبسطوها وكنركزوا على الجوانب يكونوا رقاق، يعني كنخلو الوسط شويه غليظ والجوانب رقاق. صافي. من بعد كنعمروه كنديروا فيها كل كره كنديروا فيها تقريبا 2 معالق كبار ديال الحشوه. كما كتشوفوا يعني الطريقه راها سهله والفيديو شرح نفسه. وكنبداو كنجمعوا، يعني يا اما كتجمعوا بهذه الطريقه هذه اللي استعملت انا دابا. كتبداو كتجمعوا الاطراف شويه بشويه شويه بشويه حتى كنلاقيوهم في الوسط باش ما كتكونش عندنا العجينه زايده في في الوسط. صافي. وكنحتفظوا بها على جنب وكنستمر معكم في هذا الشكل حتى غنكمل الكرات كاملين اللي عندي. كما قلت لكم كنركز على الجوانب انهم يكونوا رقاق والوسط كيكون شويه غليظ. ونوضعوا في وسط منها 2 معالق كبار ديال الحشوه. الحشوه ضروري تكون بردات، يعني ما استعملوش الحشوه هي سخونه باش ما تقطعش العجينه. وكنبداو كنجمعوا عاوتاني تقدروا تجمعوا بهذا الشكل هذا. كتاخذوا الاطراف كتبداو كتجمعوهم مع بعضياتهم. يعني الطريقه راها سهله كما قلت لكم الفيديو راه شرح نفسه. صافي. بهكا ما كتكونش عندنا العجينه في الوسط غليظه. صافي. من بعد كنخلوهم كيرتاحوا حتى هما غير واحد المده ديال 2 دقائق تقريبا. من بعد ما كنكملوا الكرات كاملين كنعمروهم كنبداو كنبسطوا العجينه وما نبسطوهاش رقيقه بزاف لانه راها فيها الحشوه غتبدا تقطع لينا العجينه. يعني كما كتشوفوا راه كنوريكم السمك ديالها كيكون متوسط الحجم، ما تخلوش غليظه بزاف تاني ولكن ما تبسطوهاش رقيقه بزاف. من بعد ما كنبسطوهم كاملين
كندوزو كنشعلو المقله اللي كتكون العافيه متوسطه، يعني ما نطيبوش البطبوط على عافيه مجهده اولا عافيه مهيله، كتكون كما قلت لكم النار متوسطه، وكنبداو كنقلبوا حتى كيتحمر البطبوط من الجهتين. كما كتشوفوا هنا راه بدا كيتنفخ، ولكن انا كنصور من الزاويه ديال الفوق، يعني ما كيبانش داك الانتفاخ. صراحه كتجي هاد البطبوط مع هاد العماره، البطبوط ما كيجيش كيتجبد، كيجي زوين، كيجي خفيف. الحشوه كذلك كتجي شي حاجه جديده ومغايره على الحشوات اللي مولفينها، كتجي بنينه بزاف. صدقوني الا جربتوها غتولي هاد الوصفه معتمده عندكم، وسهله وبسيطه، وكتجي نتيجه رائعه. انا غنكمل على هاد الشكل هذا حتى غنكمل البطبوط كامل اللي عندي غادي نطيبو، وطريقه راها سهله موضحه واي واحد يقدر يديرها. شوفوا معايا النتيجه، بطبوط خفيف معمر بحشوه جديده ومختلفه على المعتاد. الى عجبتكم الفكره جربوها وقولوا لي كيف جاتكم، وقولوا لي شنو الوصفات اللي تبغيو تشوفوهم في قناتي. ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اللي مازال ما اشترك يشترك ويفعل الجرس، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق الزوينة ديالكم، هكا كتشجعوني أنني نستمر ونزيد نعطيكم مازال وصفات أخرين إن شاء الله بإذن الله. ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وإلى اللقاء إلى وصفة قادمة إن شاء الله.